النهارده هننفذ الفراولية اللي هي المرجحة اللي انا عاملاها للملاهي. ده اول حاجة هنبتدي ننفذها. ببقى عايزة من مقاس 12، عايزة اللون الاخضر. ادي 2 4 6 8 10 12 14 16 خرزة من اللون الاخضر. واللون التاني برضو مقاس 12، اي لون عندك 21 خرزة. خلاص، ادي اللون الاخضر ده اساسي عندي، واللون التاني 21. وهستعمل خرز تفسيرة معاه عشان اللي هي الشغل اللي هي البذور بتاع الفراولة اهي. خرز التفسيرة او نص تفسيرة اللي يعني اللي تحسبوه اهي، مقاس صغير على بركة الله. هنا هستعمل خيط مع مقاس 12 75. الخيط بتاعي 75 وده مقاس 12. خلاص، هنبتدي على بركة الله. اول حاجة خالص هنشتغلها 4 خرزات اهو، 4 خرزات. بحط ال4 خرزات بتوعي اهو، 2 3 4 ماشي. ادي ال4 خرزات، وبحط الخرز في نص الخيط، الشغل بتاعي العادي. انا بعمل اهي بتاعت اهي كده، والخيط اللي من تحت برجعه بسحب الخيط بتاعي. هعمل هطلع على دي دور جديد، هحط 3 خرزات في جنب واحد. خدوا بالكم ان هي شغلها سهل جدا الفراولايه. هحط هنا 3 خرزات في الخيطه دي اهي، في جنب واحد. ادي 1 سوري 2 3. خلاص اهي، وبرجع كده اهي. ادي بقى عندي 2 هنا هم، هحط هنا 3 خرزات كمان كأني بطلع دور جديد. ادي عملت طلعت كده اهي، هطلع كده اهي. الخيط بصوا بحط في جنب واحد، ادي 3 خرزات في الجنب نفسه، 1 2 3. خلاص، وبرجع في دي هحط خيطي هنا اهي اهي كده واضحه اهي. بصوا بقت عندي ايه، ادي رباعيه 2 3. هطلع هنا يبقى عايزه اقفل 2 كانها زي الرباعيه الطايره. خرزتين بقفل السطر بتاعي. بصوا كأنها ايه اهي
ادي رباعية 2 3 4. بعمل هنا بقى هنزل دور رباعي، هنزل على كل ده رباعي عادي كأني اهي. ادي الاول عند الزوايا هنا هحط اللون الاخضر، هنركز بقى في الحتة دي. هنا اهو انا بعمل الدور الرباعي ايه 4، كل ده هيبقى 4 على 1، كل ده 4 على 1. احط ادي خرزة خضراء واتنين من اللون التاني اهو، ادي 1 وادي الخرزتين التانيين اهو اهو. هدخل الخيط هنا، ادي عملتها رباعية، يعني هنا رباعية اهو نازلة كده رباعية، هحط الخيط هنا هحط خرزة موف وخرزة خضراء. الزوايا هتبقى عندي هي اللي لونها اخضر، الزوايا هتبقى لون اخضر. ادي اهي بحط اللون بتاعي اللي انا شغالة بيه اهي. خلاص كده هدخل الخيط هنا اهي، هنا اهو. هحط 2 من اللون التاني. انا بقول بحط الاخضر اهو في الزوايا بس. اهي كده احط هنا الخيط اهو، هنا اهو احط واحدة وواحدة، ادي واحدة اهي، واحدة خضر، لان انا عندي الزاوية هي اللي هتبقى فيها اللون الاخضر بتاعي. دي كده ادي دور رباعي على 1، كلها رباعي على 1. الدور الاول والتاني اهي، الدور الاول ده كلها رباعي على 1. احط هنا اهو احط 2 من اللون التاني اهو. ادخل الخيط هنا احط واحدة وواحدة تانية اهو، واخر خرزة خضراء اهي. اهي كده اهي اتقفلت معايا اهي كلها اهي. الزوايا هي اللي ليها اللي فيها اللون الاخضر. هاجي هنا الدور اللي جاي انا مش هحط الخيط هنا، هحطه عند كل خرزتين في زاوية، كل خرزتين
في زاوية، يعني اللي هنا واللي هنا اهي. اللي في الزاوية كل خرزتين في زاوية، مش هشتغل هنا، لا هشتغل هنا اهي. اللي عند الزاوية في الزاوية اهي هعمل 5×2، 5×2 يعني عندي خرزتين اهم، احط 3 خرزات. احط هنا وهنا، هنا وهنا اهي. اهي واهي. خلاص عندي 3 خرزات اهو، احط خرزتين. هي كده ما فيهاش اي شغل، هي بسيطة جدا جدا، بس ترتيب الزوايا وترتيب اللون بس، وبتديك الشكل اللي انت عايزاه. اهي دي خماسية ودي خماسية، احط هنا وهنا، هنا وهنا. اهي احط خرزتين. هحط الخيط هنا وهنا وهنا، هنا وهنا وهنا، يعني هنا وهنا وهنا اهو. هقفل ايه اهو، ادي 4 خرزات اهم، هقفل بخرزة واحدة. اي كده قفلناها. عملت 4 اهي، وبعد كده 4×1، بعد كده 5×2، وبعد كده الزاوية دي اهي اهي. وانا بشتغل هحط خرزة قبل ما اقفل، هنا احط خرزة اهي، واقوم مدخلة هنا اهي، وهقوم عاملة هنا ايه، خرزة واحدة اهي، من هنا من تحت اهي كده، خرزة واحدة. هنا بقى هبتدي احط الخرز اهي، بصوا طلعت اهي معايا فراولايه. هنا بقى نبتدي نعمل ايه، هدخل بس الخرز واعدي الخيط اهي، هدخل الخرز واعدي الخيط اهي اهي. طلع الخيط من هنا اهو، وحطيت في التفسيره او نص تفسيره، او هي تكون خرزه صغيره اهي برضو اهي. احط خرزه اهي، واقوم حطاها هنا اهي،
بس انا بحط الخرزه وبعدي الخيط اهي. اهي واقوم معديها من فوق اهو. اهي اهي بصوا بقت تحت عامله ازاي. هحط خرزه اهي واقوم معديه الخيط. برضو احط خرزه. انت بقى يا دوبك بس بتعدي الخيط اهو، انا بس بعديه وبحاول اهو. ممكن تعملي اي لون خرز، مش ضروري الاسود، ممكن تعملي اي لون، تعمليه بامبا، تعمليه اصفر. بصوا بعدي الخيط اهو كده اهو. بصوا هنا هحط خرزة واطلع بالخيط بقى. احط برضو خرزة. ممكن تغيروا اللون، ممكن تعملي اللي عند الفراولية من تحت لون، واللي عند الورق الاخضر ده لون تاني اللي يعجبك. ان كل اللي بعمله بعدي الخيط، بس بحط الخرزة وبعدي الخيط اكني بثبت على الشغل بتاعي. وما بتعمليش ولا عقدة ولا اي حاجة، عشان كده بيبقى ايه معاكي سهل. بصوا سهلة جدا، بسيطة، متاخدش وقت في الشغل. ندوق بس بقت اهي الفراولايه. عشان تعملي كرسي اللي هي المرجحة، فالخيط اللي تحت ده بدخله من تحت من هنا اهو، وبحاول اطلعه من نص
اهي بصوا اهو طلعتها من النص اهو اهي. دي عشان اهي لو عايزه تعملي المرجح، او لو عايزه خليها برضو الخيط ده تطلعوه كده، عشان هبقى اعمل لكم بعد كده بيه فكره هتعجبكم، حاجه ممكن للمطبخ، ممكن تعمليها ديكور تتحط في زهريه، في زهريه، او في ابليكه. هعملها لكم يعني ان شاء الله. خلاص ادي كده الفراولايه خلصت. دي كده فكره المرجحه، بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه. يا رب تكون الفكره وصلت لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.